الموبايل ده بالنسبه لي اكتر موبايل متكامل اصلا نزل من سامسونج السنه دي في مصر. في الفيديو ده انا جاي لك بافضل موبايلات انت ممكن تشتريها من الارخص خالص لحد الاغلى. حرفيا انا جاي لك هنا في الفيديو ده بارخص موبايل موجود في مصر دلوقتي، اللي بيبدا سعره من 5000 جنيه لحد كده بدايه الفئه المتوسطه من اول كده ال 15000 جنيه. مش هخش انا خالص في الفئه المتوسطه كده، يا دوب هجيب لك ارخص موبايل انت ممكن تشتريه في الفئه المتوسطه. فانا من الاخر كده هبقى بادئ بالفئه الاقتصاديه لحد ما ادخل الفئه المتوسطه، لان انا بقى لو تعمقت في الفئه المتوسطه انا ممكن اخش لك لحد 23000 جنيه كده، فطبعا مبلغ كبير. فاحنا هنركز الفئه اللي احنا نقدر نشتري فيها موبايلات. وكالعاده مش محتاج اقول لك ان الفيديو ده مهم جدا ولازم ان انت تنجز تشتري موبايل على طول. فمن غير كلام كتير كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. بص بقى، انا واحد والله قعدت ادور بقى في كل الفئات الرخيصه والغاليه، طلعت لك كده بحوالي 7 8 9 موبايلات. الفكره بقى ان انا كنت بدور على ارخص حاجه حرفيا، اللي هو ارخص حاجه كده لاي حد معاه فلوس يا دوب على قده كده يروح يشتري موبايل. وللاسف انا كل الموبايلات اللي انا لقيتها تحت ال 4000 جنيه تعتبر موبايلات تعبانه جدا، حاجات كده اصلا من شركات مجهوله الهويه، وفي حاجات قديمه خالص. بعد تدوير كتير كده ما لقيتش غير كام موبايل تحت ال 4000 جنيه. موبايل كده من شركه غريبه اسمها سمارت، والموبايل ده اسمه سمارت ام 50. الموبايل الصراحه انا ما اعرفش عنه اي حاجه، ولا اي حد حتى الان يعرف عنه اي حاجه خالص، على الرغم ان هو بيتباع في مصر رسمي عادي جدا، ولكن هو مش معروف عنه اي حاجه. ما تقدرش تعرف نوع الشاشه دي ايه، نوع المعالج، نوع الكاميرا، حتى البطاريه بتاعته 4000 ملي امبير، بس الشاحن ما تعرفش تعرف سرعته. حتى موبايل كده غريب الصراحه، وانا شايف من وجهه نظري بلاش تشتريه، لان بصراحه كده هو مجهول. فقلت خلاص نفكنا من الموبايل ده ونشوف حاجه من شركه تكون معروفه. لقيت ده موبايلات من شركه نوكيا. الصراحه الموبايلات دي غريبه برضه، بيستخدموا بقى انواع معالجات قديمه كده، حاجات الصراحه انا ما اضمنهالكش. فمن الاخر يعني لو انت مزنوق بقى وعايز تشتري موبايل تحت ال 4000 جنيه فاتجه للاسف يعني اتجه للمستعمل، لان اعتقد ساعتها الموبايلات المستعمله هتبقى واخد موبايل كويس، على الاقل خالص تبقى عارف امكانياته وعارف ان هو موبايل كويس ولا لا. عايز اقول لك بقى انه من حوالي تقريبا اسبوعين كده كان في موبايل اسمه ريدمي 12 سي، وارخص سعر الموبايل ده ساعتها كان 4200 جنيه. ساعتها ده كان ارخص حاجه تقدر تشتريها في مصر، ولكن للاسف شاومي قامت جايه ومسعره تسعير جديد، بقى ارخص سعر الموبايل ده هو 4800 جنيه. فبعد تدوير برده كده لقيت موبايل من شركه ريلمي. بصراحه الموبايل ده شايفه ان هو احسن منه، وهو الريلمي نارزو 50 اي. انا عارف ان الموبايل قديم شويه، نزل في بدايه 2022، ولكن الصراحه هو ما زال بيتباع في مصر وامكانياته احسن من ريدمي 12 سي بكتير. هتقول لي طب هو احسن منه في ايه؟ هقول لك اولا كده هم نفس السعر، ثانيا انا من وجهه نظري شايف تصميمه كده شكله احسن شويه. هتقول لي طب الموبايل ده بيقدم لي ايه كده في فئه ال 5000 جنيه؟ فعايز اقول لك ان النارزو 50 اي ده كده سعره 4800 جنيه، دي كده الاقل نسخه ليه. وعايز اقول لك الصراحه هو بيقدم الحاجات اللي انت محتاجها، يعني مديك تصميم الصراحه متين جدا. هو كله بلاستيك ولكنه متين، مع شاشه هي التقليديه في الفئه اللي تحت ال 5000 جنيه، شاشه اي بي اس اتش دي بلس، طبعا بقى بالنوتش بقى والحافه الكبيره جدا اللي تحت دي. تقدر تقول ده تصميم اتهرب من 2017 مثلا، ولكن عادي جدا. الموبايل ده اصلا في العادي المفروض اخره 2000 جنيه. فعايز اقول لك اصلا الشاشه دي مش نقطه قوه الموبايل، في حاجات تانية هي الاهم، زي مثلا السي بي يو اللي هنا هو الهيلي جي 85. المعالج ده اصلا مش موجود في الفئه السعريه دي خالص، هو موجود في الريدمي 12 سي، ولكن عايز اقول لك على فرق. واجهه شاومي غير واجهه ريلمي، واجهه ريلمي اخف كتير، فهتلاقي ان الهيلي جي 85 ده بيأدي باداء مختلف خالص في الريلمي. كمان اقل نسخه للموبايل ده هي 4 جيجا رام مش 3 زي الشاومي. فمن الاخر هنا الاداء هيكون احسن بحبه حلوين في الاستخدام العادي من الشاومي. في الالعاب هيلعب لك ببجي هنا على اتش دي وفريم ريت هاي، انت مش محتاج اكتر من كده اصلا. كمان الكاميرا اللي هنا هي حلوه جدا بالنسبه لي، انا مش محتاج كاميرا اصلا تكون واو يعني تحت ال 5000 جنيه. انا عايز كاميرا يا دوب القط بيها صوره تبقى شكلها كويس. الكاميرا اللي هنا الصراحه ال 64 ميجا بكسل اللي هنا هي حلوه، والسيلفي برده متواضع، ولكن ده العادي في السعر ده. نخش بقى على ثالث حاجه مهمه هنا جدا في الموبايل ده، وهي البطاريه. البطاريه اللي هنا هي مش 4000 ملي امبير ولا 5000 ملي امبير، حتى البطاريه اللي هنا هي 6000 ملي امبير. عايز اقول لك هي نقطه قوه وقويه جدا كمان، ونقطه ضعف برده مش حلوه. نقطه القوه اللي هنا ان الموبايل ده اصلا جاي يا دوب بشاشه اتش دي بلس اي بي اس ال سي دي، حاجه كده موفره جدا في البطاريه. سوفت وير ريلمي برده بيعرف يتعامل مع البطاريه، فبصراحه انت هنا بتاخد بطاريه تديك اداء ممتاز جدا. مش هبالغ لو قلت لك ان البطاريه اللي هنا ممكن تديك يومين استخدام عادي، لو انت استخدامك قليل خالص هي ممكن تقعد معاك يومين، ولو شغال شغل متوسط فهي ممكن تقعد لها يوم ونص ولا حاجه. ولكن نقطه الضعف بقى اللي في البطاريه دي هي سرعه الشحن. عايز اقول لك هي دي اصلا اسرع سرعه شحن انت ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي، بس هي بقى عشان البطاريه 6000 ملي امبير فهي بطاريه كبيره محتاجه شاحن يكون سريع، ولكن الشحن اللي هنا اللي في العلبه هو تايب سي 18 واط. عايز اقول لك ان هو فعلا اسرع من 10 واط المايكرو يو اس بي اللي كان في ريدمي 12 سي، ولكن عشان بقى يشحن لك البطاريه دي فهو محتاج له مثلا بتاع ساعتين ونص ولا حاجه. فعادي اوكي جدا، انا ما عنديش مشكله ان انا اخد اليوم ونص استخدام مقابل ساعتين ونص شحن. فانا بالنسبه لي نقط قوه الموبايل ده في البطاريه، في الاداء هنا، في الكاميرا برضه، ونقط ضعف الموبايل ده من الاخر كده في الشاشه. ولكن عايز اقول لك في السعر ده مفيش اعلى من كده، يعني دي تعتبر الشاشه الستاندرد
ستاندرد في الفئه السعريه دي. والموبايل ده متوفر منه نسختين، نسخه 64 جيجا مع 4 رام سعرها 4800 جنيه، وده ارخص سعر موجود للموبايل دلوقتي. في موبايل في نفس السعر ده من سامسونج احسن منه الصراحه، وهو السامسونج 14، ولكن خلي بالك هي دي النسخه ال 4 جي منه اللي هي نازله هنا بضمان محل. وعايز اقول لك برضو ان النارزو 50 اي هو برضو نازل بضمان محل. فالنسخه ال 4 جي من ال 14 من الاخر كده هتقدم لك حاجات احسن من الريلمي، زي مثلا ان هو هيديك شاشه احسن، شاشه هنا يا اي بي اس ال سي دي ولكنها هنا هي 90 هرتز فول اتش دي. كمان برضو هيديك كاميرات الصراحه احسن منه، هتاخد تجربه كاميرات الصراحه احسن بفرق ملحوظ. ولكن برضو كالعاده بالنسبه للفئه السعريه دي اي تصوير بالليل عموما مش احسن حاجه. تصوير بالليل هنا مش الحاجه اللي تعتمد عليها يعني، ولكنه حلو جدا يعني، هيديك شاشه وهيديك كاميرا. ولكن على الجانب الاخر هو مديك هنا المعالج القديم جدا الاكزينوس 850 اللي ما هوش حلو خالص في الاستخدام العادي. في الالعاب والله هيديك اداء معقول شويه، هيلعب هنا على اتش دي وهاي برضه، بس الصراحه واجهه الوان يو اي بتبقى تقيله على المعالجات الضعيفه، وده يعتبر معالج ميت اصلا يعني، فانت هنا الاداء هنا مش حلو قوي. لو انت بتدور على الاداء فطبعا خد الريلمي نارزو 50 اي، لو بتدور على شاشه بقى والكاميرا والكلام ده فخد طبعا السامسونج 14. وعايز اقول لك ان سعر ال 14 بالنسبه لاقل نسخه ليه اللي هي 64 جيجا مع 4 رام 5200 جنيه، والنسخه الكبيره منه بقى ال 128 جيجا مع 4 رام سعرها 5800 جنيه. ملحوظه كده على السريع، انت ممكن تلاقي مثلا اسعار الموبايل ده اعلى 100 جنيه ارخص 100 جنيه حاجه في الحدود دي كده، بتختلف بقى من محل للتاني، ممكن يكون التسعير زاد شويه. نيجي بقى لنقطه ضعف الموبايل ده بجانب المعالج وهي سرعه الشحن. هنا معاك بطاريه حلوه جدا 5000 ملي امبير، ولكن اللي مش حلو فيها هو سرعه الشحن. هو اولا كده الريلمي نارزو 50 اي اللي هو ارخص شويه جاي بشاحن 18 واط، هنا سامسونج قالت لك هنحط شاحن هنا 15 واط. ما عنديش مشكله هنا ال 3 واط دي مش هتفرق كتير يعني، الفكره هنا ان الشاحن بره العلبه اصلا. تخيل انت كده واحد مجمع مبلغ الموبايل بالعافيه اصلا ويا دوب معاك ال 5000 جنيه دول بالعافيه، رايح تشتري الموبايل وتفاجئ ان انت محتاج تدفع حوالي 350 جنيه على راس الشاحن. مش بس كده، لا انت عايز كمان جراب ب 70 جنيه ولا حاجه وسكرينه برده ب 70 جنيه، هتلاقي ان الحوار دخل منك في 500 جنيه زياده، ويبقى كده معاك النسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام سعرها 5600 جنيه. فبالتالي دلوقتي بالحسبه دي اقدر انصحك عادي جدا تشتري الريلمي نارزو 50 اي لو انت اهتمامك العاب. اقدر انصحك تشتري النسخه ال 128 جيجا اللي هي سعرها 5100 جنيه، سعرها كويس الصراحه. اما لو انت عايز كاميرا وشاشه فروح طبعا لل 14، ولكن خلي بالك هو في شاحن وسكرينه وجراب، فهو بقى سعره النهائي كله كده على بعضه 5600 جنيه. اما النسخه الثانيه بقى الكبيره منه ال 128 عامله لها حوالي 6200 جنيه بعد الشاحن والكلام ده كله. فعلى السريع كده لو انت عايز تشتري موبايل ب 5000 جنيه واهتماماتك بقى في الالعاب والبطاريه فروح طبعا على طول للريلمي نارزو 50 اي. اما لو عايز بقى شاشه وكاميرات فروح على ال 14. وخلينا كده سريعا نطلع 1000 جنيه زياده وننتقل لفئه سعر 6000 جنيه، وهنا الصراحه الفئه دي فقيره شويه. كان فيها ريدمي نوت 12 4 جي ب 6200 جنيه، ولكن ده قبل ما شاومي تزود الاسعار لان سعره دلوقتي بقى حوالي 8000 جنيه. فدلوقتي ب 6000 جنيه ما اقدرش انصحك غير بالسامسونج 24، ودي النسخه الاقل منه ال 128 جيجا مع 4 رام، ودي سعرها 6700 جنيه زي ما قلت لك، ولكن هتزود عليها بقى حوالي 700 جنيه كده لان راس الشحن اللي موجوده للموبايل ده هي 25 واط، فسعرها اغلى من ال 15 واط الثانيه. ايه اهم ما يميز الموبايل ده؟ لا حاجات كتير قوي بصراحه. الموبايل ده بالنسبه لي اكتر موبايل متكامل اصلا نزل من سامسونج السنه دي في مصر. هيديك معالج ممتاز جدا الهيلي جي 99، بالمناسبه ده ارخص موبايل جايب المعالج ده، مع شاشه جايه بتصميم النوتش والحواف الكبيره، ولكن تقبل الموضوع ده عادي. دايما هتاخد شاشه اموليد 90 هرتز فول اتش دي بسطوع 1000 نتس، ودي احلى واروع وافضل شاشه انت ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي، مع بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 25 واط بره العلبه، ولكن الكاميرا اللي هنا هي 50 ميجا بكسل بمثبت بصري، وده برده ارخص موبايل جايب مثبت بصري في الفئه السعريه دي. حاجه كده الصراحه جامده جدا. انا شايف الصراحه هو صفقه لا تعوض في الفئه السعريه دي. الحق اشتريه لو انت اهتماماتك بقى في الشاشه والكاميرا والاداء، هيعجبك جدا الصراحه. وعايز اقول لك انه في ميعاد تصوير الفيديو ده سامسونج اعلنت عن النسخه ال 128 جيجا مع 8 رام، واللي سعرها بيتراوح كده من 7900 جنيه لحد 8000 جنيه. عشان تبقى عارف الموبايل ده نازل منه 3 نسخ. اول حاجه ال 128 جيجا مع 4 رام سعرها حوالي كده 6800 جنيه، اما النسخه الثانيه 128 جيجا مع 6 رام ودي سعرها حوالي كده 7300 جنيه، اما النسخه ال 128 جيجا مع 8 رام فدي سعرها حوالي 8000 جنيه. زود كده بقى على سعر كل نسخه من اللي انا قلتهم لك دول حوالي 600 جنيه كده او 700 جنيه على الشاحن والسكرينه والجرابات. في فئه سعر 6000 جنيه انت ما قدامكش غير ال 24 النسخه ال 128 مع 4 رام، وفئه سعر 7000 جنيه برده هو ال 24 هو ولكن النسخ الاعلى منه مع موبايل تاني من شركه ريلمي وهو الريلمي 10، وده اول موبايل معانا النهارده بضمان دولي. عايز اقول لك ان الحوار ده مش فارق قوي يعني ضمان محلي من ضمان دولي، المهم تلاقي الموبايل كده كده. ريلمي من الشركات اللي قليل تلاقي فيها اعطال. طب الريلمي 10 بيقدم ايه زياده عن السامسونج؟ هو كل اللي بيقدمه زياده من وجهه نظري هو انه بيقدم لك بطاريه احسن وشاحن اسرع، وكمان جوه العلبه بقى مع الجراب والسكرينه والكلام ده. يعني من الاخر كده هو اقل في الشاشه والكاميرات ولكنه اعلى في البطاريه وسرعه الشحن ومكونات العلبه. الشحن اللي هنا هو 33 واط مع بطاريه 5000 ملي امبير، ولكن البطاريه دي بتقدم اداء افضل شويتين من ال 24، ولكن سعره للنسخه ال 128 جيجا مع 8 رام هو 7800 جنيه، ارخص حبه حلوين من نفس النسخه لل 24، لان نفس النسخه دي لل 24 هتدفع عليها حوالي 8500 جنيه عشان مكونات العلبه الناقصه دي زي ما قلت لك كده. فانت هنا عندك فئه سعر اللي ما بين 7000 و 8000 جنيه، يا اما الريلمي 10 يا اما ال 24. فشوف انت بقى عايز ايه على حسب اولوياتك. خلينا بقى كده ننط نطه حلوه قوي لحد فئه ال 10000 جنيه.
جنيه. وعايز اقول لك ان في الفئه السعريه دي في موبايل ممتاز جدا من سامسونج. بصوا ما تفتكروش ان الفيديو ده اعلان والله، ولكن سامسونج بصراحه من انشط الشركات في مصر. انا اتكلمت في الفيديو ده عن ال 14 وال 24 والام 52 ولسه كمان هتكلم عن موبايل تاني لسامسونج. سامسونج الصراحه انشط من باقي الشركات، يعني ريلمي نايمه خالص السنه دي هي واوبو. شاومي بتنزل موبايلات ولكن بسعر يعني مبالغ فيه جدا. الام 52 ده من الاخر تقدر تعتبره هو افضل موبايل ب 10000 جنيه. الموبايل ده هيقدم لك شاشه ممتازه جدا، شاشه سوبر اموليد بلس 120 هرتز فول اتش دي مع معالج ممتاز جدا هو السناب دراجون 778 جي، وتجربه كاميرا حوار في الفئه السعريه دي. هي مش بمثبت بصري ولكنها الصراحه ممتازه. هو هنا صوت للاسف هو مونو ومفيش مكان سماعات، وده يعتبر العيب القاتل اللي في الموبايل ده. ومعك بطاريه 5000 ملي امبير مع شاحن 25 واط. وهنا بقى في حاجه فرق، ان الشحن اللي في العلبه 15 واط، يعني الشحن هنا مش بره العلبه خالص، لا هم حاطين لك شاحن ابطا شويه من السرعه الرسميه، ولكن لا في جراب ولا سكرينه في العلبه. وسعره دلوقتي 10500 جنيه النسخه اللي 128 جيجا مع 8 رام. من وجهه نظري انا شايفه موبايل ممتاز جدا لو بتدور على اداء وشاشه وكاميرات. ننط بقى النقطه كمان كده لفئه سعر ال 12000 جنيه مع موبايل برده من سامسونج هو ال 34. يعني الموبايل من الاخر مديك تصميم صراحه روش جدا، مع شاشه سوبر اموليد 120 هرتز فول اتش دي، وبسطوع هنا 1000 نتس، مع معالج ال 1080 من دايمنستي. معالج الصراحه سريع جدا وممتاز، ولكنه اقل حبه حلوين بقى من ال 778 اللي في الام 250، ولكنه هيديك تجربه كاميرات فيها مثبت بصري واحسن حبه حلوين من ام 250. معاك هنا صوت الستيريو ولكن مفيش مكان سماعات. الموبايل ده من الاخر موجه للي معاه 12000 جنيه وعايز يدفعهم في موبايل بيقدم شاشه وكاميرات وبيديه برده تجربه في الالعاب لا باس بها يعني. ولكن عيوبه من وجهه نظري بقى طبعا حوار الشاحن والكفر والكلام ده، بالاضافه النوتش اللي هنا صراحه شكله قديم كده على موبايل ب 12000 جنيه. وعايز اقول لك ان هو متوفر منه نسختين في مصر، نسخه 12500 جنيه 128 جيجا طبعا مع 8 رام. لو انت بقى حبيت تنط ال 15000 جنيه فانصحك ساعتها بالبوكو اف 4. ده بصراحه موبايل جامد جدا للالعاب. موبايل هيديك سناب دراجون 870 مع شاشه سوبر اموليد 120 هرتز فول اتش دي داعمه للاتش دي ار 10 بلس، وصوت الستيريو بقى جامد جدا من بوكو، مع بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 67 واط في العلبه. تجربه كاميرات برده بالمثبت البصري جامده جدا. ده موجه للناس اللي عايزه تاخد العاب مع شاشه كويسه وكاميرات كويسه، بيديك كل حاجه حرفيا. يعني ممكن من وجهه نظري شايف عيوبه بس في حوار مفيش مكان سماعات. وسعره بقى ضمان دولي النسخه 256 جيجا مع 8 رام هو 15000 جنيه. وده كان اخر موبايل معانا في الفيديو ده. فبس كده دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. اتمنى بقى تكون فهمت كده حال السوق المصري عامل ازاي من ناحيه بقى الموبايلات كده، بدايه من 4800 جنيه لحد 15000 جنيه. فبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.